السلام عليكم. خالي العيال هاني عصام. بحاول اعمل فلوجات ردا على اسئلتكم. حاجه كده في السريع. طفل نونو وليد لسه مولود النهارده. مامته مولود النهارده مثلا بتاع 5 6 ساعات، قولوا لحد 24 ساعه 48 ساعه. لقيت الطفل بيرجع حاجه سمرة او لونها بني او غامقه او لون احمر. ضروري ضروري دكتور اطفال يشوفها حالا. ليه؟ اللون البني ممكن تبقى اعشاب او ينسون او بيبي كالم او بيبي درينك او درينكينج او اي حاجه من الاعشاب اللي الاهالي بيهرسوا فيها من وقت للتاني، وده حاجه غير مقبوله. اتنين، ممكن يبقى البيبي اثناء الولاده طلع عيط اتشفط له، وده احنا بنقول ان موضوع تشفيط الولاده يبقى اقل القليل وان يكاد يكون ملغي في اخر توصيات لوزاره الصحه المصريه. ده حاجه اونلاين على مستوى العالم كله، بس احنا بنتكلم عن مستوى مصر. طيب، فالبيبي ممكن يكون من التشفيط اتجرح سنه صغيره فبلع نقطتين الدم فاتبقت في بطنه عملت لون بني، مع الترجيع العادي مع اللبن السرسوب مع شويه المخاط اللي بيبقى بلعه ممكن يرجع حاجه بني. او في حاجه اسمها هيموراجيك ديزيز اوف نيوبورن، او هي امراض حديث الولاده اللي بيحصل فيها نزيف. ودي ببساطه خالص البيبي بيقعد يجيب احمر وبني احمر وبني، ده بيدخل حضانه بينقل بلازما بياخد فيتامين كاف. فيتامين كاف كده كده اوريدي بيتاخد روتين مع كل المستشفيات في كل الحضانات في كل الدنيا. ما عندكوش مشكله وما تقلقوش وتقولوا اصل انا فاكر ولا مش فاكر اذا كان طفلي اخده ولا ما خدوش. طفلك ستيل بيرجع لون بني، ضروري تطلع على اقرب مستشفى. حتى لو طفلك عدى اول اسبوع وجايه ترضعي ولقيتي الترجيع بتاعه ممخض بدم او ممخض بلون احمر او بني، ممكن تكون التهابات في الحلمه او ممكن تكون النزيف جهاز هضمي. فبنعمل ايه؟ بنطلع على اقرب دكتور اطفال او دكتور النساء. دكتور النساء يطمن ان مفيش التهابات حلمه، ودكتور الاطفال يطمن ان الحاجه دي حاجه مبلوعه وليست عنده التهابات جوه وطفل بيتعب منها. هنوعي الناس ونجاوب على اغلب اسئلتكم وما تقلقوش. معاكم خالي العيال هاني عصام. السلام عليكم.